فيديو جديد ووصفات مختلفة في سلسلة السلطات. أهلا، أنا سارة، والنهاردة هقدم لكم فكرتين مختلفتين للسلطة هتعجبكم جدا إن شاء الله. هتكمل أحلى عزومة وتقدر تقوم كمان كوجبة غدا متكاملة. أول سلطة معانا وهي السيزر سالاد، من أكتر السلطات اللي بنطلبها واحنا بره، ومعظم الوقت بيكون سعراتها عالية. لكم بتعملوها ازاي بطريقة حلوة جدا وصحية وطعمها حلو قوي، ومش هتطلبوها تاني من بره. هي سلطة الخيار بالزبادي، مميزة جدا جدا. يلا نبدأ بأول سلطة معانا. أول حاجة هبدأ أعملها اللي أنا عندي هنا مكعبات من العيش، عيش باجيت، عيش فينو، توست، أي حاجة هنقطعها مكعبات صغيرة. وبحب أحط عليها زيت زيتون أو زيت عادي، ممكن كمان رشة من الأعشاب لو انتوا حابين. هدخلها الفرن لحد ما تتحمص وتاخد لون. المكونات التانية اللي محتاجينها عشان نعمل الدريسنج: توم مفروم ناعم، فلفل، عصير ليمون، ماسترد، وجبنة مبشورة، زيت زيتون، مايونيز. طبعا نستخدمه لايت، هيكون السعرات أقل بكتير. ملح. في الطبق اللي فيه الثوم والفلفل هضيف الملح، هضيف عصير الليمونة، معلقتين كبار من المايونيز، معلقة كبيرة من الماسترد، معلقة من الزيت، واقلب كل حاجة مع بعضها واظبط الملح بتاعي. وده الدريسنج بتاعنا. هنتبل الفراخ اللي هنشويها، مش محتاجة تتبيلة كتير قوي او افتكاسات فيها، هي مجرد ملح، فلفل، زيت او زيت زيتون، وعلى الجريل لحد ما تكون استوت. هنبدأ نظبط الطبق بتاعنا. هنضيف الخس، بحب هنا اضيف معلقة من دريسنج على الخس واقلبه. الطعم كله كده بيكون متبل، وخصوصا الخس بيكون طعمه ملوش طعم اصلا وعادب قوي، فانا بحب اعمل الحركة دي. وعليها رشة من الجبنة، هتفرق جدا في الطعم. وصدر الفرخة كان استوى، هقطعه بالشكل ده. العيش كان اتحمص بالشكل ده، واكيد لو استخدمنا توست بني او عيش من القمح الكامل هيفرق معانا جدا في السعرات. بعد ما ضفت العيش هضيف الفراخ اللي قطعناها. الدريسنج هنضيفه على الوش. لو لقيت ان الدريسنج بتاعي تقيل شوية ممكن اخففه بحبة من المية، معلقة صغيرة كده او معلقتين. رشة من الجبنة البارميزان، وبقية الدريسنج كده يبقى معانا واحنا بناكل. وده شكل السلطة في النهاية، وبألف هنا. هعمل لكم النسخة الصحية من السيزر سالاد. الدريسنج بقى اللي هيكون سعراته قليلة هنستخدم فيه هنا زبادي، هضيف عليه عصير الليمون، وهضيف عليه الثوم المفروم ناعم، وهضيف عليه ماسترد. هظبط الملح، معلقة صغيرة خالص من زيت الزيتون، واقلب كل حاجة مع بعضها كويس جدا. زي ما اتفقنا لو لقينا الصوص بتاعنا كده تقيل شوية فممكن نخففه بحبة من المية. هنجيب الخس وهنعمل فيه نفس الحركة اللي احنا عملناها. هضيف عليه معلقتين 3 من الدريسنج واقلبها. هنضيف الفراخ، شويتها بنفس الطريقة بالظبط. هنضيف باقي الدريسنج. انا هنا ما ضفتش اي عيش، بس زي ما اتفقنا لو عندكم عيش بني او توست بني، عيش بالقمح الكامل، نقدر نضيفه هنا. ومفيش مانع كده بكام واحدة من العيش العادي، مش هتكون سعرات عالية قوي. وعشان نعمل سلطة الخيار بالزبادي اللي بتكمل احلى عزومة، تكون لايقة جدا مع المشاوي، هعملها لكم النهاردة بتويست كده مختلف شوية.
تقدروا تجربوه بنفس التويست ده او تجربوه بالطريقة العادية خالص. هنحتاج فيه هنا خيار مقطعاه شرايح رفيعة خالص، وممكن كمان لو عندنا ماكينة الشيبس فممكن نقطعها بنفس طريقة الشيبس. عارفين الفجل، راس الفجل كده قطعته تشيبس رفيع خالص. وعندي هنا شبت مفروم ناعم، كوباية من الزبادي، ملح، فلفل، توم باودر، زيت زيتون، عصير ليمون. وعندي هنا يا جرجير او الورق بتاع الفجل كده، ونقطعه بالشكل ده. هبدأ اضيف كل حاجة على بعضها، الفجل على الشبت على الخيار، عصير الليمون، الزبادي، التوم البودر، ممكن كمان لو حابين البصل بودر تقدروا تضيفوه، الملح والفلفل، الزيت زيتون، الزبادي. هقلب كل حاجة مع بعضها كويس جدا. وهنا السلطة دي بتبقى حلوة قوي لما تستنى شوية كده، وطعمها بيكون احلى بكتير. هضيف على الجرجير او الفجل زي ما اتفقنا، شكلها لوحدها كده مغري. انا بحب احط عليها رشه من السمسم، بيبقى طعمه حلو قوي معاها. وده شكلها النهائي، بتكون حلوه قوي مع التونه. وضفتها هنا مع تونه عاديه بدون اي اضافات، تاكلوها معاها كده وتقلبوا كل حاجه مع بعضها، رائعه جدا جدا. تنفع في فطار كمان. قدمتها مع بيض مسلوق، بتكون حلوه برضو لو انتم متابعين نظام صحي، ومنعشه كده على الصبح وتفتح النفس. وبكده نكون وصلنا لنهايه فيديو النهارده. يا رب تكونوا استفدتوا منه، يا رب يكون عجبكم. قابلكم ان شاء الله في فيديوهات وصفات مختلفة، والسلام عليكم.